عتيقة ماضية، ومن لا يتذكر المسلمين مفهوم عملي. شان عضو المكتب السياسي لحزب التقدم الاشتراكية، متتبع ديال جهات تسمى على المستوى التنظيمي. سعداء جدا اننا اليوم نشوفوا هذه الاجواء، وما نسميه نحن في مصطلحات حزب التقدم الاشتراكي بالعرس النضالي لإقليم عزيز على حزبنا، وإقليم له تجربة نضالية عريقة من حيث التواجد ديال مجموعة ديال المناضلات والمناضلين في المجالس الجماعية وفي عدد من المؤسسات، وأن نرى كذلك بأن هناك أجيال جديدة حاضرة لهذه الجلسة الافتتاحية. من طبيعة الحال هذا هو المؤتمر الوطني، المؤتمر الإقليمي الثاني بعد المؤتمر الأول اللي كان في إقليم إنس، كان أيتم نهار الجمعة الماضية. ومن خلال الأجواء ومن خلال هذا الطقس الجميل وبحضور الأحزاب السياسية، يعني أعادنا هذا الجو إلى ما كنا نعيشه في حزب التقدم الاشتراكي على الدوام، وأن الجلسات الافتتاحية كانت دائما مفتوحة لكافة الأحزاب السياسية، سواء كنا متحالفين معها أو مختلفين معها في عدد من القضايا كذلك التي طرحت في هذه الجلسة الافتتاحية. وأهم ما أعتبره أهم قضايا هو ما طرحه الأستاذ نقيب عبد اللطيف عمو، رفيق ديالنا عضو المكتب السياسي للحزب، فيما يخص مشروع الأطروحة السياسية، لأن نحن ما يهم من كل هذا هو ما هي الآراء والأفكار التي نقدمها لبلادنا من أجل أن نخرج من هذه المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يعانيها الشعب المغربي. أحيي باسمي الشخصي وباسم الوفد المرافق لي الأستاذة خديجة الباز رفيقة والأستاذ فتاح الدغمي هذا الإشغال، ونتمنى للجلسة التنظيمية التي ستنعقد بعد قليل النجاح والتوفيق باش يكونوا عندهم مؤتمرين ومؤتمرات للمؤتمر الوطني ومقترحات ومقترحين لعضوية اللجنة المركزية الذين سيواكبون المسيرة النضالية التي عمرت طويلا.